انا كطالب اهو دخلت الدبلومه الامريكيه وحولت خلاص النظام الامريكي واقتنعت وعايز احول. ايه اللي هيحصل لي بالظبط؟ هخش هتعامل ازاي والنسبه بتاعتي هتتحسب ازاي؟ اول حاجه في الجي بي اي. طبعا الجي بي اي ده اللي هو المدرسه، درجاتك في المدرسه. ودي بتبقى على حسب، انت ممكن تخش مدرسه اون سايت، يعني تروح تحضر مدرسه زيها زي اي مدرسه انت فيها اوريدي ناشونال مثلا، وهتحضر وتمتحن وتاخد بروجكتس وهوم ورك وكل حاجه، ده نظام اون سايت. في نظام تاني اللي هو اونلاين سكول، ممكن تخش تحضر الحصص بتاعتك اونلاين وتمتحن اونلاين وتاخد الدرجه بتاعتك والسكور بتاعك اونلاين. وفي نظام ثالث اسمه الهوم سكولينج، بس هو يعتبر مش نظام اكتر ما هو اتفاق مع المدرسه او مع ان شاء الله المؤسسه اللي هتوصلنا بالمدرسه. ده بيبقى يعتبر، مش هقول ان احنا مش بنمتحن، بس يعتبر ايه، الجي بي اي بتبقى الدنيا مستريحه فيه شويه ومطمنين له شويه. تمام. ولكن الجي بي اي بيشكل ايه في الاخر؟ بيشكل 40% او 40% من نسبتك. يعني انت لو جبت 100% في المدرسه او في درجات المدرسه، فانت يعتبر خدت 40%. بتدرس كام ماده في الجي بي اي، او المفروض يتسجل لك في الترانسكريبت بتاعك كام ماده؟ 8 مواد اساسيه زي الانجليش والماث والبيولوجي وهكذا، والمواد الاساسيه فرنش جيرمان. طيب، ده كده اول جزء، يبقى انا هتحسب هنا 40% على المدرسه. الجزء الثاني وده اللي احنا بقى بنقدر نعلي فيه اكتر كمان، ونقدر نتحكم ان احنا نعلي الدرجه بتاعتنا على قد ما نقدر، هو تيست 1. تيست 1 ده امتحان هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل، يعتبر امتحان انجلش وماث. هما مادتين اساسيين، انجلش وماث. وده بيشكل قد ايه؟ بيشكل 60% من الدرجه بتاعتك. وخلي بالكم، زائد بونس، يعني ممكن يبقى اكتر من 60%. هنتكلم بالظبط على ايه هو البونس بعد شويه. اخر حاجه التست 2، او الامتحان الثاني بقى، ده بيعتبر اضافه، يعني انت عايز تضيف كمان على المجموع بتاعك اكتر وتعلي عشان تضمن مثلا كليه زي كليه طب او هندسه او صيدله، فبتخش كمان تيست 2. وده بيبقى mainly math وبيولوجي. يعني ايه mainly؟ يعني في مواد تانية يا مستر؟ في مواد تانية، ولكن احنا اكتر بنروح للماث والبيولوجي، وهقول لكم برضو ليه واحنا بنتكلم على تيست 2. احنا اتفقنا خلاص الجي بي اي بتشكل 40%، 8 مواد اساسيه. لو عايزين تعرفوا اكتر عن ازاي الجي بي اي بيتحسب، انا هبعت لكم دلوقتي اللينك في الواتساب. لحظه واحده، نيجي بقى لتست 1، وهو ده يعتبر الايه، الاساس. 60% اكبر نسبه تعتبر على تيست 1. تيست 1 زي ما اتفقنا هو عباره عن انجلش وماث، بيشكل 60% زائد بونس. البونس ده بتاخده لو انت جبت فيه سكور اعلى من 1090. طب هو يا مستر السكور الاجمالي اصلا بيبقى كام؟ السكور الاجمالي بيبقى من 1600. فانت لو جبت 1090 او اعلى في من ال 1600، هيتحسب لك بونس بيوصل بقى ل 9% مثلا في الحكومه، وبيوصل ل 15، اقصد الجامعات الحكوميه يعني، وبيوصل ل 15% في الجامعات الخاصه. طيب ده كده تيست 1. بس تيست 1 ليه 3 اشكال، يعني هو تيست 1 ده ليه 3 اشكال. ايه هم؟ شكل اسمه السات، امتحان السات. وده يعتبر يعني خلينا نقول كده ايه، اكتر واحد كان منتشر وكان معروف في الاول حتى في مصر، بس بعد كده ليه قصه كده ان هو وقف ولسه راجع السنه دي الحمد لله، رجع مصر تاني. امتحان السات يعتبر من افضل الامتحانات، وهقول لكم ليه يعتبر من افضل الامتحانات اللي في تيست 1. ده اول امتحان. تاني امتحان عندنا اسمه الاي اس تي، وتالت امتحان عندنا اسمه الاي سي تي، او يقال عليه يعني الاكت. طيب، ال3 امتحانات دول هم زي بعض بالظبط، يعني انت مش محتاج ان انت لازم تخش ال3، انت هتخش اي واحد فيهم وتجيب السكور اللي انت عايزه. ولكن انا برشح ان انت تجرب تخش اكتر من واحد، وهقول لكم ليه برضو بعد شويه وانا بشرح نظام الكورسز بتاعتي. لان انت في الاخر انا باهلك لاكتر من واحد، فتخش اكتر من واحد وتجرب وتشوف هتجيب في مين اعلى، مين اللي جبت فيه السكور اللي انت عايزه، خلاص هو ده اللي تعتمد الدرجه بتاعته. بس anyway، هو عموما خليكم فاكرين ان السات عشان هو في حرف الاي ده كده امريكان، يعني السات هو امتحان اصلا موجود في امريكا وموجود في كل دول العالم اللي بتعتمد النظام الامريكي. فهو بيقدر يأهلك، السات ده بيأهلك لاي جامعه مصريه او اي جامعه بره مصر، امريكيه مثلا، او في اي دوله بره، يبقى اوتسايد. اما الاي اس تي افتكروا هو في حرف الاي، فده ايجيبشن سكولستيك تيست، ده خاص بمصر فقط، يعني ده بيأهلك للجامعات المصريه فقط. يبقى انت لو انت
مش ناوي تسافر عادي ان انت تخش امتحان الاي اس تي، لكن لو انت ناوي تدرس بره او تسافر بره فلا، يبقى روح لامتحان السات او امتحان الاي سي تي، وهقول لكم مين افضلهم دلوقتي بالمقارنه وبالتفصيل. ولكن مبدئيا احنا الثلاثه يعتبروا زي بعض، الثلاثه يعتبر متشابهين بنسبه كبيره جدا، نسبه 80% متشابهين. طيب السكور بيتحسب ازاي في الامتحانات الثلاثه دول؟ بالنسبه للسات فاحنا عندنا انجلش وماث، زي ما اتفقنا عندنا مادتين اساسيتين في الامتحان، ماده الانجلش وماده الماث. الانجلش 800 السكور بيطلع من 800، والماث نفس الكلام برضو بيطلع من 800، يعني السكور التوتال بتاعك 1600. ده ان شاء الله لو انت قفلت الدرجه بتبقى 1600. زي ما اتفقنا الدرجه الكويسه بتبدا يعتبر من 1100، دي بتبقى درجه يعتبر كويسه، والافضل بقى ان احنا كمان نعدي ال 1300، ومعانا طلاب الحمد لله وصلوا ل 1400 و1500 كمان. طيب الاي اس تي نفس الكلام بالظبط، يعتبر هو اصلا اتاخد بنفس النظام بتاع السات لانه كان بديل السات لما السات اتلغى من مصر. هو نفس السيستم، انجلش وماث، وعندك الانجليش من 800 والماث من 800 والدرجه برضو من 1600، وبرضو الدرجه كويسه تبدا من 1100 او 1200 فما فوق. الاي سي تي هو اللي يعتبر نظامه مختلف شويه، هو نفس الدروس وكل حاجه متشابهين بنسبه 80%، ولكن اقصد سيستم الامتحان نفسه مختلف، بيبقى عندك انجلش، عندك ماث، وعندك سكشن كمان ساينس، والدرجه بتتحسب في الاخر من 36 او من 36. طبعا في معادله بنعملها بنقدر نحول درجه ده لدرجه ده او درجه ده لدرجه ده، يعني انا لو جايب 1600 والجامعه عايزه تعرف السكور من 36 عادي بنعمل المعادله دي بتتحول، او الجامعه هي بيبقوا عارفين يعني، ونفس الكلام العكس صحيح. ايه بقى افضل امتحان يا مستر؟ انت قلت لنا السات افضل ليه؟ السات افضل مش عشان ده رايي ولا عشان اشتغلت فيه اكتر، الحمد لله بندرس الثلاثه وعندنا كورس لكل واحد فيهم، ولكن السات افضل لكذا سبب. احنا النقاط الكويسه انا اعملها لكم باللون الاخضر، ممكن تاخدوا دي سكرين شوت لان دي فيها كل حاجه. اوكي، اللي باللون الاخضر دي معناه ان دي حاجه كويسه، اللي باللون الاحمر معناه ان هو مش افضل اختيار في الحته دي. اول حاجه هنتكلم على عدد المواد. عدد المواد السات هم مادتين انجلش وماث، فالدنيا تمام باللون الاخضر. الاي اس تي خلينا طب ناخد بنفس اللون عشان ايه ما تتلخبطوش، يبقى ده كده ايه الدنيا تمام. طيب الاي اس تي برضو نفس الكلام، هم نفس المادتين فالدنيا تمام. الاي سي تي يعتبر ثلاثه، فده يعني يعتبر في الحته دي هو اسوأهم او اقلهم يعني. طيب نيجي للتايب. يعني ايه التايب؟ النوع، انت بتخش تمتحن ازاي؟ لان في عندنا نوعين، في ديجيتال تخش تمتحن على الكمبيوتر في التست سنتر، وفي بيبقى بيبر لسه بتمتحن بالورقه والقلم ونظام البابل شيت. فطبعا الديجيتال يعتبر افضل لان البابل شيت بيبقى فيه بعض المشاكل، بقى القلم مش عارف اتقصف لسه هنبري مش عارف هنعمل التظليل مش مظبوط، فبيبقى الديجيتال طبعا افضل في الحته دي. طيب كده كده الامتحانات كلها تشوز يا جماعه، الناس ما تعرفش النظام الامريكي خالص، الامتحانات كلها مالتيبل تشويس، فهو ما فيش يعني انت مش فكره بقى هتتلخبط او بطيء في الكتابه على الكيبورد، هو تشوز ما فيهوش فكره. بس طبعا في افكار في الاسئله، ولكن اقصد السؤال نفسه نوعه بيبقى ام سي كيوز او مالتيبل تشويس. السات ديجيتال بيتعمل على الكمبيوتر فدي حاجه كويسه تمام، ونفس الكلام الاي سي تي برضو ديجيتال. اما الاي اس تي فهو لسه ما زال بيبر، فدي يعتبر نقطه سلبيه. الوقت هنا ما اقصدش وقت الامتحان كتوتال، اقصد الوقت مقارنه بعدد الاسئله. يعني انت محتاج خلي بالكوا، هي الفكره كلها ان انت لازم تحل بسرعه قبل ما الوقت يخلص، فانت لازم بنشوف بقى ايه الامتحان اللي وقته يعتبر افضل بالنسبه لعدد الاسئله بتاعته. فبالنسبه للحته دي يعتبر السات والاي سي هم افضل في حته الوقت من الاي سي تي او الاكت. الباسجز، ونيجي بقى دي الحته المميز فيها قوي السات او الديجيتال سات. ليه؟ لان الديجيتال سات يعتبر الباسجز فيه قصيره، يعني انا عندي كل سؤال مربوط بباسج واحده قصيره، قطعه قصيره عليها سؤال واحد. انا بتكلم هنا على الانجليش، اوكي، وبرده ان شاء الله مس غاده تفيدنا في حته الماث. فالباسج قصيره عليها سؤال واحد، فانت لو غلطت في الباسج او ما فهمتهاش، ما فهمتش القطعه، اوكي، فخلاص ضاع منك سؤال واحد. لكن المشكله بقى في الاي سي تي وفي الاكت ان الباسج الواحده بتبقى طويله وعليها 10 اسئله او 11 سؤال في الاي اس تي، فانت هنا مضطر لو انت وقع منك باسج ممكن تقع في 10 اسئله او 11 سؤال، فدي مشكله تعتبر في الاي اس تي والاي سي تي، خاصه للناس اللي هي قرايتها بطيئه او بتقرا بالراحه، فيعتبر السات افضل في الجزئيه دي. نيجي لنقطه تانية مميز فيها جدا السات، وهي الادابتيفيتي. يعني ايه ادابتيفيتي؟ يعني التاقلم. السات معمول دلوقتي بنظام ادابتيف، ان انت الطالب مثلا لو هو شاطر قوي او جاب سكور كويس في اول جزء، هو بيتقسم لتو سكشن او تو موديولز، فلو الطالب جاب سكور كويس في اول موديول هو اوتوماتيك السات بيعلي الاسئله او درجه الاسئله في الموديول الثانيه عشان في الاخر يوصله لسكور اعلى مناسب ليه.
طب لو الطالب حل وحش في اول سيكشن او في النص الاولاني من الامتحان، عشان الامتحان ده ادابتيف، بيبدا ان هو يقلل له الاسئله في الصعوبه، يعني يقلل صعوبه الاسئله، وبالتالي برضه يوصله للدرجه المناسبه ليه. فيبقى كده فكره الادابتيفيتي موجوده في امتحان السات، ولكن غير موجوده في الامتحانين التانيين. ولكن على فكره الاي سي تي او الاكت هيتعدل قريب ان شاء الله في شهر 9، فاحتمال طبعا يضيفوا فيه برضه بعض المزايا الموجوده في السات، لان هم يعتبروا منافسين لبعض. يعني بصوا السات والاي سي تي او الاكت هم في امريكا كده يعتبروا ايه، المنافسين. اخر حاجه بقى السكورز، ودي طبعا هي نقطه مش شرط، يعني مش معنى ان مستر عمار قالها ان هي كده اكيد بتحصل، ولكن ده حسب خبرتي وحسب التكرار اللي حصل قدامي من طلاب دخلوا الثلاث امتحانات. فيعتبر السات سكوراته كويسه، هنقول عليها جود، كويسه بالنسبه لنفس الطالب، مستوى نفس الطالب اللي هيخش امتحان سات او اي اس تي او اي سي تي، فبيبقى سكورات السات كويسه، سكورات الاي اس تي كويسه جدا. يعني ساعات بيبقى طالب لسه ما كانش جهز كويس قوي ودخل معانا متاخر مثلا في الكورس، ومع ذلك الحمد لله بنقدر نساعده انه يوصل لسكور كويس قوي. بس هل ده هيتكرر؟ الله اعلم، يعني الامتحان لسه بيتعدل كل فتره بيتطور، فما زال السكورات بتاعته تعتبر فيري جود. امتحان الاي سي تي نوعا ما درجاته صعبه شويه، رغم ان عندنا طلاب برضو حققوا الحمد لله سكورات عاليه، ولكن انا بقول لكم من الخبره ان امتحان الاي سي تي سكوراته بتبقى يعني مزنقه شويه زي ما بيقولوا. اوكي، دي كده الفرق بين الثلاث امتحانات اختصارا. ايه الافضل واللي انا ارشحه؟ امتحان السات. طيب هل انا مستر الكورس بتاعك هيأهلني للسات بس؟ لا، انا هأهلك للسات والاي اس تي والاي سي تي، هم متشابهين بنسبه 80%، فاحنا بنديك ال 80% دول الاول بحيث تبقى جاهز لاي اتجاه عايز تمشي فيه، وبعد كده بندخلك في كورس متخصص بقى نحل امتحانات على اي واحد فيهم انت حابه. طب انا خلصت الامتحان وحبيت احول على امتحان تاني واجرب امتحان تاني، هتخش معانا الامتحانات المتخصصه في الامتحان ده، التدريبات المتخصصه في الامتحان ده هتخشها فور فري. يعني انت حضرت السات وعايز تحول تخش اي اس تي، خلاص جربت هنا تمام، هتخش هنا برضو بنفس الفيز اللي انت دفعتها، خلاص مش هتدفع الكورس تاني، تدفع كورس الانجليش مره واحده فقط. دي الحمد لله ميزه كويسه عندنا. في ناس اوريدي دلوقتي في جريد 12 وهم جربوا الاي اس تي يا شباب، الناس اللي جربت الاي اس تي وما وصلتش سكور اللي عايزاه، وهي في جريد 12 اصلا دلوقتي السنه دي، مش لسه السنه الجايه، مش بتكلم على اللي هم هيبقوا جريد 12 السنه الجايه، بتكلم على اللي هم جريد 12 السنه دي. نعمل ايه يا مستر؟ انا دخلت الاي اس تي ولسه ما جبتش السكور اللي انا عايزه. لا ما تحولش، نصيحتي ما تحولش. ليه؟ لان السات لسه راجع مصر السنه دي اصلا، فلسه برضو التست سنترز لسه بيجهزوا نفسهم في الحته دي، فما تغامرش بحاجه زي كده. وفي نفس الوقت مش خلاص مش وقت ان احنا لسه نجرب، ومش وقت لسه نقعد بقى نفهم الفرق بين السات والاي اس تي. لا كمل اي اس تي زي ما انت، وان شاء الله توصل للسكور اللي انت عايزه في الترايل اللي جاي. اما الناس اللي هي في جريد 11 واللي هي في جريد طبعا 10، لا خشوا جربوا السات ان شاء الله وهنلاقيه افضل، وممكن برضو نجرب محاوله اي اس تي ونقارن ونختار الاعلى باذن الله. ده كده الامتحان الاول يا شباب، وقلنا بيشكل 60%. خلاص انا خلصت تيست 1 وعايز بقى اخش على تيست 2، اقدر امتحنه في جريد 11 او جريد 12 براحتكم، يعني مش شرط ان انا استنى جريد 12 عشان امتحن تيست 2، عادي ممكن اخلص اصلا. في ناس بتخلص معانا الحمد لله من جريد 11 بيخلصوا تيست 1 وتيست 2، وكده كده الجي بي اي بيبقى الدنيا تمام مظبطينها، فخلاص هو يعني زي ما تقولوا كده جريد 12 دي بيقعد مأنتخ. اوكي، فدي يعني نقطه برضو كويسه في حته الدبلومه الامريكيه، ان انت لو خلصت بدري بدري بتبقى الدنيا تمام. طيب تيست 2 هو عباره عن او بيشكل نسبه 15%، اجباري تاخده لو انت ناوي تدخل كليه علميه، يعني تدخل مثلا طب او هندسه او صيدله او اسنان او كليات علميه، فانت لازم تاخد تيست 2. اما لو انت عايز تخش كليه زي بيزنس مثلا او كليات اللي هي مش علميه، فخلاص مش شرط ان انت تاخده، بس طبعا لو خدته هيعلي السكور بتاعك، فهو فرصه كويسه ان انت تعلي السكور بتاعك عشان عليه 15%. طيب تيست 2 ده او ال الامتحان الثاني ده هو فيه منه اتنين بس، يعني اي اس تي 2 واي سي تي 2 او اكت 2، ودول امتحانين خاصين بمصر فقط. يعني انت لو عايز تقدم بره مصر مش محتاج تاخدهم خالص، اوكي دول لمصر فقط، للجامعات المصريه فقط. اي اس تي 2 او اي سي تي 2 هم نفس المواد، بيبقى عندك الماث اساسي ماث 2، وعندك بعد كده بقى تقدر زي ما قلنا كده ناخد البيولوجي. هي ميزه ان انت لو خدت ماث وبيولوجي هيتفتح لك كل انواع الكليات، يعني يتفتح لك الكليه العلميه اللي هي زي طب وصيدله، ويتفتح لك برضو الكليات الهندسيه زي هندسه. ممكن انت عايز لا خلاص انا كده كده ناوي هندسه، فممكن تخش فيزيكس مثلا لو انت حابب الفيزيكس اكتر من البايو او من البيولوجي. تمام، ده كده بالنسبه لتست